ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الحواوشي الاسكندراني بالعجين مش بالعيش، بس هنعمله النهارده في حاجات جديده وتكات جديده مشفتوهاش قبل كده ومحدش قالكم عليها قبل كده. هنضيف اضافه كده عليه هتخلي طعمه ده هتوديه في حته تانية خالص، غير ان احنا هنضيف مكونين معلقتين كده من مطبخنا هتخلي معاكي اللحمة تكون متماسكة كده، وانسي ان هي تكش منك في رغيف العيش او يكون فيها دهون وسوائل كده تبوشلك العيش. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف ايه التكات الجديدة اللي احنا هنعملها النهاردة، عشان هيطلع معاكي انجح واجمل حواوشي هتاكليه في حياتك. يلا بقى، عايزة لايكات كتير للفيديو الحلو ده، وتعالوا نشوف هنعمل الحواوشي القمر ده ازاي. اول حاجة هنعمل العجينة. انا معايا هنا كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، كيس من الخميرة الفورية، وهقلبهم كده كويس مع بعض. هيكون معايا كمان معلقتين من الزيت، بس دول هضيفهم في الاخر، هلم بيهم العجينة. ومعايا كمان مية دافية، بس تكون دافية كويس يعني سخنة شوية عشان احنا الجو برد، عشان العجينة تخمر معانا على طول والخميرة تنشط معانا. هننزل بالمية شوية بشوية عشان على حسب العجين ما هياخد معانا. لو عندك عجان هتضيفيهم وتعجني في العجان. انا هنا عاملة كيلو بالزيادة شوية، اللي هيتبقى 3 4 ترغيفة كده هخبزهم عيش في الطاسة يعني. لكن انت لو عايزة على قد الحواوشي بس ممكن تعملي كيلو الا ربع على نص كيلو اللحمة. في الاخر اول ما بدأت العجينة تلم كده معايا، ضفت معلقتين الزيت، وهعجنها تاني حوالي 5 دقايق كده بالزيت لما تتشرب الزيت خالص، وتكون عجينة معايا متوسطة، مش طرية قوي ومش ناشفة قوي، تكون كده متوسطة ومش بتلزق في ايدي. كده تمام. العجينة حلوة معايا، عجينتها مظبوطة مفيهاش تلزيقة. هغطي عليها بقى كده، هغطي تقلي بقى الغطا عليها في الجو البرد، وهسيبها كده في مكان دافي لما تخمر. على ما تخمر بقى هنشوف الخضار بتاعنا اللي هنضيفه على اللحمة. معايا هنا حوالي 3 4 قرون فلفل رومي على قرن فلفل حامي، حبيتين من الطماطم بس شايلة القلب بتاعهم او المية بتاعتهم، وحوالي 3 بصلات هاخدهم كده افرمهم في الكبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فرم متوسط مش ناعم قوي ومش خشن. بس بعد ما تضربيهم في الكبة لو لقيت ان هما فيهم مية صفيهم في المصفى، عشان مش عايزين يكون فيه سوائل بزيادة في الحواوشي بتاعنا. بعد كده ضفت عليهم نص كيلو من اللحمة المفرومة، ويكون فيها نسبة دهون. هنتبلها بقى بالملح هنا على حسب الكمية والرغبة، حوالي معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، حوالي معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة كده من الحبهان المطحون، ورشة كده حلوة من جوز الطيب، بحبها في الحواوشي كده بتديله ريحة حلوة. ولو عندك كمان بهارات حواوشي هتضيفي منها. دي كده التوابل بتاعتنا. المعلقتين بقى المهمين من مطبخنا بقى هنا، اول معلقة معايا معلقة كبيرة كده هرمية من الدقيق. الدقيق ده بقى فايدته هنا انه هيمتص اي سوائل زيادة في اللحمة ومش هيخليها تكش مننا. تاني معلقة صغيرة هي معلقة من البيكنج باودر، دي هتخلي اللحمة معانا ما تبقاش مكتومة او كابسة كده، وهتنفش كده معانا في الرغيف في قلب الرغيف. هنا ضفت كمان شطة كنت ناسياها، الشطة طبعا على حسب الرغبة، بس بصراحة الحواوشي بيحتاج ان هو يكون سبايسي كده وحامي، بيكون طعمه حلو قوي. بس هنا عندنا بقى عجينة حواوشي زي العسل. بصوا مش قادرة اوصف لكم ريحتها. هنا ما كانش عندي جوانتي فحطيت كده كيس في ايديا، لبست كيس عشان الشطة والبصل، وهعجن الخلطة دي كلها كويس مع بعض. عايزاكي تخلطيها كويس قوي عشان كلها تتشرب من التوابل الحلوة اللي احنا حاطينها. شايفين بقت معايا عجينة حلوة، وبصوا الالوان والجمال مفيش بعد كده. هركنها على جنب بقى ونشوف العجينة بتاعتنا تكون اختمرت. وجبت صينية كده ورشيت عليها دقيق، وهبدأ اكور كور العجين بتاعتنا للمقاس اللي انتوا شايفينه ده، الوسط كده، مش صغير قوي ومش كبير. سواء هتعمليه رغيف في رغيفين يعني فوق بعض، او هتعملي رغيف واحد انصص كده زي ما انا عاملاه، هيكون معاكي الحجم ده كويس. بعد كده هغطيهم بكيس بلاستيك عشان وشهم ما ينشفش وعليه فوطة، وهسيبهم 10 دقايق كده يرفعوا تاني في الصينية او العجينة ترتاح معاه. وهنا اللحمة كده كورتها على 10 كور زي ما انتوا شايفينها بالحجم اللي انتوا شايفينها ده.
يعني نص كيلو اللحمة احنا ضفنا عليه تقريبا نص كيلو برضو من الخضار، البصل والفلفل والطماطم. الحاجات اللي احنا ضايفينها دي بتزود معايا كمية اللحمة، وفي نفس الوقت بتديها طعم حلو قوي وطعم مسكر كده مع التوابل. يعني مش قادرة اوصف لكم جمال الحواوشي بتاعها. بعد ما العجينة ارتاحت معايا، جبت هنا على الرخامة كده وهبدأ افرد 4 أرغفة قدامي على المساحة اللي هي قدامي، يعني 4 أرغفة كده مع بعض. وبعدين هحشيهم واقفلهم واحطهم في الصينية، واعمل 4 غيرهم. بالطريقة دي بخلص كده على طول وبنجز على طول. العجينة كل ما بترتاح معاكي بتتفرد معاكي بكل سهولة. هنفردها برضو بسمك كده متوسط، ما ترققهاش قوي وما تخنهاش قوي. هنا كده كنت عملت 4 أرغفة. وهبدأ اجيب بقى كورة اللحمة هفردها هنا على نص الرغيف. لو عايزة تعملي رغيفين فوق بعض هتفرديها بقى في الرغيف وتحطي التاني فوقيه. هنا الإضافة بقى دي اختياري، لكن بجد بتفرق جدا جدا في الطعم، بتوديه حتة تانية خالص. كان عندي شريحتين بسطرمة كده في التلاجة، قطعتهم حتت صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. وفي كل رغيف هحط كام حتة كده على الوش، هوزعها كده على الرغيف. عايزة اقول لكم الاضافة يعني البسيطة دي اول ما بتدخل الفرن بقى واللحمة بتستوي والبسطرمة بتسيح معاها، بتقلب ريحة الدنيا. بصوا بتخلي الحواوشي بتاعكم يجيب من اخر الشارع حرفيا. غير ان الطعم الحواوشي بيختلف جدا، ميكس بيبقى حلو قوي، اللحمه كده مع البسطرمه بيديها طعم رهيب. يعني عايزاكم تجربوه كده وتشوفوا. وهنا بقى ايه، بقفل الرغيف زي ما انتوا شايفين كده، ببرم الحرف كده الحرفين على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبحطه كده على الصينيه مدهونه دهنه زيت. ممكن كمان تضيفوا رشة جبنة موتزاريلا، جبنة رومي مبشورة. يعني الاضافات دي انا بقول لكم كده افكار، وانتوا براحتكم او الموجود عندكم. او لو مش موجود اي حاجة من دول استكفوا بخلطة اللحمة القمر اللي احنا عاملينها دي. بس اعملوها كده بنفس الطريقة، وجربوا اضافة الدقيق والبيكنج باودر كده، وهتدعولي بجد عليها. مستحيل بقى اللحمة هتكش منكم تاني، ولا تلاقوها عاملة سوايل كده في الرغيف والرغيف بايش منكم كده من جوه، او يتفتح من الدهون اللي فيه. خدوا بالكم من طريقة قفل الرغيف. بصوا بايد واحدة ببرم الطرفين كده على بعض بكل سهولة، بيديني كمان كده. بصوا بيبقى شكله حلو قوي. هكمل كل الكمية بنفس النظام، احطها في الصواني المدهونة زيت واغطيها بفوط مطبخ. وهجيب بقى للوش بيضة صغيرة كده بلدي صغيرة كده مع معلقتين لبن، رشة ملح ورشة فلفل اسود، وهدهن بيها وش العيش عشان يدينا اللون الجميل كده في الفرن. هرش كمان رشة سمسم او حبة البركة، او ممكن ما ترشيش حاجة خالص عليه. في الوقت ده بقى مولعة الفرن جنب مني يسخن، لازم الفرن يكون سخن قوي. كمان هنا بنخرم العيش كده بالشوكة. لازم الفرن يسخن كويس قوي، يعني انا بولعاه كمان يسخن، وفي نفس الوقت كمان يدفي المطبخ عشان العجين يخمر كده معاه. طريقة الخبز بقى بدخل الصينية على الصاجة من تحت، على صاجة الفرن من تحت، لغاية ما الاقيها استوى كده، وارفع الرغيف الاقيه اتحرك في الصينية واخد لون اتحمر كده من تحت، بروح رافعاها على الشبكة تاخد اللون الاحمر الجميل من فوق. بعد ما بنطلعه بقى بحطه كده على الرخامة على ورق كده، وبغطيه بفوط مطبخ. لازم الحواوشي او اي مخبوزات لما تطلعيها تغطيها بفوط كده عشان ترد لها الحرارة وتبقى طرية وجميلة. عايزه اقول لكم العيش طري جدا، العجينه طريه ومظبوطه ومش تخينه قوي ولا رقيقه قوي. شايفين بقى اللحمه جوه العيش مش كشه خالص. شايفين شكل البسطرمه مع اللحمه، شايفين بصوا سخن كده بيدخن. ريحه اللحمه مع ريحه البسطرمه الاتنين حرفيا كانوا قلبين الدنيا بجد. يعني ريحته فعلا هتجيب كده من اخر الشارع، طعمه حلو ومميز. جربوه بالاضافات اللي قلت لكم عليها دي، هيعجبكم جدا جدا. هنقدمه بقى مع شوية مخلل بيتي، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.